هدف حسام اشرف ماركة حسام حسن. اسمع. قال يا جماعه بص يا كابتن، بص حسام قاطع فين. دي قطعه لعيب كبير. طبعا. لا الجول، لا الجول ما يجيبوش غير فيرود جامد. الجول ده ما يجيبوش غير فيرود جامد. فالحوار اللي حدث بيني وبين حسام اشرف، قلت له يا حسام امسك في الفرصه. صح، امسك صح. في الفرصه دي ما تسيبهاش. الجون ده جامد قوي يا جدعان، والله العظيم الهدف ده جامد جدا. يعني يا جدعان الكوره صعبه جدا، والله العظيم اللي عمله حسام اشرف في الكوره ده صعب جدا. انا ده ما كنتش بشوفه غير من حسام حسن وعماد متعب. الهدف صعب جدا. عندك فرصه مش هتيجي تاني. بالظبط. قيد ومفيش لعيبه والدنيا واللي حواليك مش فايقين، فانت لو ثبت رجليك خلاص تبقى انت نجم خط هجوم الزمالك. بالظبط يا كابتن. والجون الثالث بقى المتعه اللي فيه اللي عجباني فيه، يا ريت برضه استاذ عمرو يجيبه لنا، اللي هو بين الثلاثه ولاد الزمالك. ايوه. عملوا الدبل باص هو حسام. على فكره حسام اشرف وايشو ومحمد السيد قاعدين في شقه واحده عشان يوفروا. بجد والله العظيم الثلاثه. ده اللي الناس ما تعرفوش. انت بتجيب الكلام ده منين يا حاج احمد؟ بس فاهم. بص، لا من الاول يا استاذ عمرو، من الاول حضرتك جايبه من اخره. انا عايز الثلاثه عشان يوفروا. يا استاذ عمرو هتقول لنا من الاول لو سمحت يا جماعه. بص الجون ده الثلاثه اللي مشتركين فيه قاعدين في شقه واحده عشان ايه؟ توفيرا للنفقات. حسام اشرف لعبها لمحمد السيد. بص يا كابتن، ايشه مكمل مش مكسل وبيرفع له ايده. حطها له بقى، بص حطيتها له قدامه ايه، مريحها له. ده دخل مالي بطن رجله طق في الجون. ايوه. على فكره مش سهله. الناس يا كابتن اوقات تفكر الكوره دي سهله، لكن هي في الملعب بتبقى صعبه جدا. ليه؟ لان الكوره جايه متحركه وانت برضو جاي بسرعتك. ممكن مثلا عشان عايز تضمنها قوي تحطها في المدرج. لكن هو ايشو لعيب محترم ونازل ومركز. فاقصد اقول لك الزمالك الجمهور العظيم ده كابتن من اول دقيقه لاخر دقيقه واقف في ظهر فرقته، ويستحقوا الثلاث نقاط في الشوط الثاني. طيب قبل ما نروح لفاصل اخير، عايز اللقطه بعد اذنك يا استاذ عمرو اللي هي بتاعت ناصر منسي اللي انت كنت بتتكلم عليها يا احمد. وعايزك تقول لي شيكو بنزا، انت شايف انه التوظيف اللي بيعمله معاك كابتن معتمد جمال دلوقتي هو احسن توظيف ليه؟ بالظبط، احسن توظيف ليه. وانا بقول لك يا رب كابتن معتمد يكون سامعني. وحدث لقاء بيني وبين الكابتن معتمد يعني من فتره لما كان بيتكرم ان هو افضل مدرب في مصر. قلت له كابتن معتمد افضل حاجه فيك ان انت بتعامل لعيبه نفسيا. فاتمنى ان الكابتن معتمد يثبت على التشكيل اللي نهى بيه. يا احمد شريف بقى يريح شويه ويبدا بشيكو بنزا واحمد ربيع جنب محمد شحاته، ويخلي قدامهم محمد السيد. ادم كايد يريح شويه برضه، لان ادم كايد مش ايجابي يا كابتن. مش ايجابي. لما تلعب 60 70 دقيقه في كل ماتش وما بتشوطش شوطه على الجون. لا طب ما انا لاعب ابني بقى اللي انا اتحمله. الاعب محمد السيد اللي انا اتحمله. دي الكره اللي انت بتتكلم عليها بتاعت ناصر. دي حاجات ناصر بقى المميز بيها. بص يا كابتن، ما حدش معاه. طالع ما حدش معاه. ان ناصر يحطها بره الجون خالص، دي حاجه غريبه بالنسبه لي، علامه استفهام. عارف لو كان حطها في الجون والجون شالها يبقى تمام، يبقى تمام. ده عدم توفيق خلاص. لكن ان انت تطلع ولوحدك ما فيش حد مضايقك تحطها بره. على فكره الهدف ده كان يفرق مع الزمالك. كان زمان الزمالك دلوقتي 6 نقاط على صداره الترتيب. فالحاجات التفاصيل الصغيره دي هي اللي بص يا كابتن لوحده. هو اصلا مش محتاج يعمل جامب كمان. هو مش محتاج يعمل عايز توجيه بس. توجيه. ودي حاجاته بقى. دي حاجات ناصر اللي ايه بيحط. طب الصح بتاعها دي انه يحطها في اللي جاي منها على طول. هو اصلا بيعملها. هو بيعملها في اللي جاي منها. السنه اللي فاتت جاب كام هدف من اللي جاي منها. فاهمني؟ بص يا كابتن، زحلقها ازاي. بص زحلقها بره خالص. تصرف خاطئ جدا طبعا من